السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل اللي بيتابعونا على قناتنا. احنا النهاردة في الفيديو بتاعنا هنحل معاكم تقييم الأسبوع الثاني. طبعا التقييم ده على الدرس الأول. الدرس الأول طبعا متقسم إلى تقييمين. الدرس الأول هو بيتكلم عن نمو وتوزيع سكان قارة أفريقيا. يبقى الدرس الأول عليه تقييمين، اللي هو تقييم الأسبوع الأول وتقييم الأسبوع الثاني. احنا هنحل معاكم تقييم الأسبوع الثاني، وزي ما انتم متعودين انا لما باجي احل معاكم التقييم بحل معاكم الثلاث ورقات، اللي هي ورقه عمل الحصه والواجب المنزلي والتقييم الاسبوعي. واحب بعرفكم يعني في البدايه علشان كل اللي بيتابع معانا لسه جديد. فانا بحل معاكم برضو التقييم الاسبوعي، بس تابع معايا الفيديو للنهايه علشان هتلاقوه في نهايه الفيديو. طب بالنسبه هنحل معاكم اول ورقه عندنا اللي هي ورقه عمل الحصه. نبدا كده مع بعض بالسؤال الاول. بما تفسر ندرة السكان في المناطق الصحراوية؟ يعني معناها السكان بيكونوا قليلين في المناطق الصحراوية دي بسبب ايه؟ بسبب ندرة المياه والظروف المناخية السيئة. طب السؤال الثاني، ما العلاقة بين المناخ وتوزيع السكان في قارة افريقيا؟ قلنا العلاقة انت بتكتب الجملتين زي ما هما وبتربطهم بكلمة أو كلمتين كده مشتركين، يعني مشتركتين ما بين إيه؟ ما بين الجملتين. طب بالنسبة للمناخ وتوزيع السكان هنقول يتركز السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل. وعايز تكمل برضو هنقول ويقل السكان في المناطق ذات الظروف المناخية السيئة. دي بالنسبة للعلاقة ما بين المناخ وتوزيع السكان في قارة إفريقيا. طب السؤال الثالث، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارات الخاطئة مع التصويب. وزي ما قلت لكم قبل كده نقرا السؤال لنهايته عشان هو بيطلب منك تصويب. طب العبارة هنا بيقول لك تنخفض الكثافة السكانية في منطقة النيل الأزرق بالسودان. طبعا العبارة هنا خطأ. طب احنا هنصوب العبارة، مفروض عندنا ترتفع، يبقى ترتفع الكثافة السكانية في منطقة النيل الأزرق بالسودان. طب السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أي مما يلي يخرج عن كونه أحد محاولات قارة أفريقيا لحل المشكلة السكانية بها؟ خفض سن الزواج، ولا توفير الرعاية الصحية للمرأة، ولا إقامة المشروعات الاقتصادية، ولا إنشاء مدن جديدة؟ طبعا بيخرج عنها يعني ما هياش تعتبر من حلول المشكلة السكانية، يبقى خفض سن الزواج. طب السؤال الخامس، ما النتائج المترتبة على ارتفاع الكثافة السكانية بمدينتي لاجوس والقاهرة؟ طبعا دي أدى إلى إيه؟ أدى إلى الضغط على الموارد وكمان الخدمات. يبقى سؤال مهم جدا، إيه اللي ترتب على لما الكثافة السكانية ارتفعت في لاجوس والقاهرة؟ دي أدى للضغط على الموارد والخدمات. بكده احنا حلينا معاكم أول ورقة اللي هي ورقة عمل الحصة. نحل معاكم دلوقتي الورقة الثانية وهي ورقة الواجب المنزلي. طبعا زي ما انتم شايفين كده دي الورقة التانية اللي هي ورقة الواجب المنزلي. نحل كده مع بعض أول سؤال اللي هو السؤال الأول، بما تفسر حدوث المشكلة السكانية بقارة أفريقيا؟ طبعا المشكلة السكانية بقارة أفريقيا إيه السبب في حدوثها؟ السبب زيادة السكان عن الموارد، وكمان زيادة نسبة صغار السن وسوء توزيع السكان. يبقى 3، زيادة السكان عن الموارد وزيادة نسبة صغار السن وسوء توزيع السكان. طب السؤال الثاني، صنف المناطق الإفريقية الآتية حسب كثافتها. يعني أنت بتشوف دي كثافة مرتفعة ولا متوسطة ولا منخفضة ولا نادرة؟ طب أول حاجة هضبة الحبشة، دي بقول عليها كثافة سكانية متوسطة. طب مناطق المستنقعات دي بقول عليها كثافة سكانية نادرة. طب السؤال الثالث، اكتب كلمة صواب أمام العبارات الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارات الخاطئة مع التصويب. طبعا هنا بيقول ضع، يعني كأنها اكتب، يعني لو العبارة صح هنكتب صح ولو العبارة خطأ نكتب خطأ. وركز زي ما قلت لكم مع التصويب. مع التصويب يعني نشوف العبارة لو خطأ هنصوبه. زي ما قلت لكم برضو بنقرأ السؤال لنهايته. هنا بيقول لك توجد علاقة عكسية بين الزيادة السكانية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي. طبعا العبارة هنا صواب. طب السؤال الرابع عندنا، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين.
أي مما يلي يخرج عن كونه أحد محاولات قارة إفريقيا لحل المشكلة السكانية بها؟ تنظيم الأسرة، ولا دعم المرأة اجتماعيا، ولا رفع سن الزواج، ولا إعادة توزيع السكان؟ طبعا السؤال ده فيه مشكلة فيه، لأن مفروض الأربع الاختيارات مفروض يكونوا صح. فهو ممكن يكون قصده من السؤال ده اللي هي رفع سن الزواج، ده ممكن يكون قصده خفض سن الزواج، فساعتها لو كان كاتبها خفض سن الزواج فكنا هنختارها. فهنا طبعا الأربع عبارات الموجودين عندك كلهم صح، فهو بيقول لك يخرج يعني ما هواش تبع يعني مش من ضمن الحلول المشكلة السكانية، فطبعا هنسيب السؤال ده لأن السؤال ده طبعا كل الاختيارات الموجودة عندك صح. طب السؤال الخامس: ما النتائج المترتبة على عدم قدرة معدلات النمو الاقتصادي على ملاحقة النمو السكاني بقارة إفريقيا؟ طبعا دي أدى إلى الضغط على الخدمات والموارد، وكمان قلة نصيب الفرد من الموارد، وتهديد الأمن الغذائي والمائي. دي بالنسبة لحل الورقة التانية اللي هي الواجب المنزلي. طب هنحل بقى معاكم دلوقتي اللي هي ورقة التقييم الأسبوعي. زي ما انتوا عارفين عندنا 3 مجموعات، وكل مجموعة فيها 5 أسئلة. هنبدأ كده مع بعض بحل المجموعة الأولى. طبعا أول سؤال عندنا في المجموعة الأولى بيقول لك عندك هنا: صنف المناطق الإفريقية الآتية حسب كثافتها مع ذكر سبب التصنيف. هضبة البحيرات الاستوائية دي مناطق ذات كثافة سكانية متوسطة، ودي بسبب اعتدال المناخ. طب حدد السبب فيما يلي: ندرة السكان في الصحراء الكبرى، دي بسبب ندرة المياه العذبة والظروف المناخية السيئة. طب حدد مقترحا لحل المشكلة: سوء توزيع السكان داخل بعض الدول الإفريقية، دي بسبب إنشاء مدن جديدة لحل المشكلة السكانية. طب ما العلاقة بين السهول والكثافة السكانية في إفريقيا؟ يتركز السكان في مناطق السهول الشمالية الغربية بسبب اعتدال المناخ. طب ما النتائج المترتبة على زيادة عدد السكان بشكل لا يتناسب مع معدلات النمو السكاني في القارة الإفريقية؟ طبعا أدى إلى الضغط على الخدمات وزيادة الاستهلاك الموارد، وبالتالي حدوث المشكلة السكانية. دي حل المجموعة الأولى. طب نبدأ كده مع بعض بحل المجموعة الثانية. أول سؤال بيقول لك: صنف المناطق الإفريقية الآتية حسب كثافتها مع ذكر سبب التصنيف. السواحل الجنوبية الشرقية للقارة، دي كثافة سكانية مرتفعة بسبب المياه العذبة والتربة الخصبة واعتدال المناخ. طب حدد السبب فيما يلي: تركز السكان في منطقة وادي النيل ودلتاه بمصر، دي بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. طب دلل جغرافيا على صحة العبارة: تتعدد محاولات دول إفريقيا لحل المشكلة السكانية زي رفع سن الزواج وإنشاء مدن جديدة وتنظيم الأسرة. طب ما العلاقة بين المياه العذبة وتوزيع السكان في أفريقيا؟ يتركز السكان بكثافة مرتفعة في أفريقيا حيث المياه العذبة زي نهر النيل ودلتاه. طب ما النتائج المترتبة على إنشاء مدن جديدة بالقارة الأفريقية؟ دي أدى إلى إعادة توزيع السكان وخفض الضغط على المناطق المزدحمة. دي حل المجموعة الثانية. طب حل المجموعة الثالثة. أول سؤال فيها بيقول لك: صنف المناطق الإفريقية الآتية حسب كثافتها مع ذكر سبب التصنيف. مناطق استخراج المعدن والطاقة الأحفورية، دي كثافة سكانية متوسطة، ودي بسبب التعدين والبترول. طب السؤال الثاني: حدد السبب فيما يلي: حدوث المشكلة السكانية، دي بسبب ارتفاع نسبة صغار السن وسوء توزيع السكان. طب دلل جغرافيا على صحة العبارة: تتعدد المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة داخل إفريقيا زي وادي النيل ودلتا في مصر، ومناطق النيل الأزرق في السودان، والسواحل كمان الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية، ومدينة لاجوس والقاهرة. طب ما العلاقة بين تنظيم الأسرة والمشكلة السكانية؟ طبعا تنظيم الأسرة من أسباب حل المشكلة السكانية. آخر سؤال: حدد مقترحا لحل رفع سن الزواج، وضع قوانين بتجرم الزواج المبكر. بكده احنا حلنا معاكم تقييم الأسبوع الثاني. انتظرونا إن شاء الله في التقييمات الجاية زي ما احنا متعودين، بمجرد ما التقييم بينزل احنا بنحل لكم التقييم على طول. شكرا على متابعتكم لينا، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.